بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يجدد الأعوام عاما بعد عام مكور الليل على النهار ومكرر الشهور والأيام نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونوحده ونثني عليه ونسترضيه صلى وسلم على نبيه محمد المختار وآله الطيبين وصحبه الأبرار وكل من اقتدى بهم ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فقد أزف أيها الناس رحيل هذا العام فها هو اليوم يشد رحاله ويقوض الخيام فهل حملتموه ما يصلح آخرتكم من صالح الأعمال فإنه لا محالة شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأقوال والأفعال فإن فرطتم فيما مضى فبادروا إلى التوبة وتدارك ما فات لعل الله تعالى يغفر لكم ما ارتكبتم من الخطيئات أو يبدل بفضله سيئاتكم حسنات إنه تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويختص من يشاء من خلقه بما شاء من الدرجات والرحمات عباد الله مما يجب أن يلفت انتباهنا هذه السرعة العجيبة التي مر بها هذا العام فقد كنا نستقبله بالأمس القريب وها نحن الآن نستعد لاستقبال سنة جديدة بعد أيام ولا جرم أن في ذلك دلالة واضحة على سرعة فناء الدنيا وعلى اقتراب الآجال فحري بنا أن نغتنم بقية الأعمار بما يقرب إلى الواحد الجدير بالعبادة والإجلال من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه البنون ولا الأموال قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أيها الإخوان من الواجب علينا في نهاية هذه السنة أن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة ومحاسبة فنستدرك ما ضاع من حياتنا بالإنابة والأعمال الصالحة مع المواظبة على المراقبة هل لا تتذكرون بانقضاء هذا العام انتهاء هذه الدار العاجلة وبالانتقال إلى السنة الجديدة انتقالكم إلى دار القرار الآجلة يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. نسألك اللهم يا رحمن يا منان أن تختم عامنا هذا بالعفو والرحمة والامتنان، وأن تجعل عامنا المقبل عام الخير والبركة والسلام، وأن تهب فيه للأمة الإسلامية الوحدة والأمن من مكايد أعدائها اللئام. يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمه، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبقه قد علما، سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وكل من والاه. أما بعد، فقد كانت هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقدمة نصر عظيم للدين، وحدثا هاما وتحولا جذريا في طرائق الدعوة والتعامل مع الكفار المعارضين. ولأجل هذا جعلها الخليفة العادل عمر بن الخطاب بداية لتاريخ هذه الأمة تضبط به أحداثها والأحوال الشخصية وجميع الأمور المهمة. وكان هذا في السنة 17 من الهجرة، حين جمع رضي الله عنه نخبة الصحابة البررة واستشارهم في شأن هذا التاريخ استشارة ذي فطنة مبهرة، فأشير عليه ببدء التاريخ بمبعث النبي وبانتقاله إلى الرفيق الأعلى وبهجرته إلى المدينة المنورة. فشاء الله أن يختار الهجرة لما لها من الأهمية والمكانة في الشريعة الإسلامية المطهرة. ثم تشاوروا في أي شهر يبدأون، فقيل نبدأ من رمضان، وقال بعضهم من ربيع الأول، وقال من المحرم آخرون. فاختار سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه شهر المحرم، لأنه يلي ذا الحجة الذي فيه تمت تلك المبايعة الأنصارية التي من أسباب الهجرة كما نعلم. فأجمع الصحابة على ما اختاره عمر، وجعلوا المحرم أولى الشهور بالأولية. جزاهم الله عنا وضاعف لهم ما قدمت أيديهم من الصالحات الباقية. هذا ومن الواجب علينا بصفتنا مسلمين أن نعتز بتاريخنا الهجري الإسلامي، بأن لا نحل مكانه أي تاريخ أجنبي، لأنه هو التاريخ الذي يربطنا بالدين. وبمناسبة عظيمة هجرة النبي الأمين، ولا شك أن استعمالنا لتاريخنا هذا حفاظا على هويتنا وإرثنا وثقافتنا مما حرص عليه شيخنا العبد الخديم
رضي عنه وأرضاه القديم، إذ كان يهتم بهذا التاريخ أي اهتمام، ويستعمله في كتاباته وفي قصائده الدرية على الدوام. ألا نتأسى بشيخنا في هذا أيها المريدون، حتى نكون من قيد التبعية متحررين ومحافظين على إجماع الصحابة المجتهدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذلك الفوز المبين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن، ولتغرنا بفعل ما أحببت، ولتكفنا عن فعل ما أبغضت، والطف بنا وقونا وكن لنا، وهب لنا حسن الختام ربنا. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.